السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا حبايب قلبي. والله العظيم وحشتوني جدا جدا جدا. عارف ان انا غايب عنكم بقالي كتير، بس ان شاء الله الفترة الجاية راجع لكم فيديوهات كتير جدا. والله غصب عني الفترة اللي انا غبتها دي. الفترة الجاية هتلاقوني راجع لكم فيديوهات كتير جدا جدا مع بعض ان شاء الله باذن الله. في البداية رمضان كريم يا رب، أعاده الله علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات. الشهر الكريم، الشهر الفضيل، الشهر اللي كلنا بنستناه دايما، اللي دايما ايامه خير وبركه وسعاده على الجميع. في بداية الفيديو ده طبعا بتمنى يا رب ان الجميع يكون بخير وبأحسن حال في الشهر ده، ويا رب يا رب يا رب يا رب ربنا يعني الايام اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله تكون خير وسعاده على كل الناس وعلى كل المسلمين في بقاع الارض. نخش في الموضوع على طول بقى عشان مش عايزين ايه نضيع وقت ونهري كتير. يوم السبت خلاص، احنا خلاص عرفنا ان يوم السبت خلاص ان الاهلي هيلاعب المريخ السوداني مباراه مصيريه. الاهلي لازم يكسب 1-0 او مثلا فرق 2 لو لا قدر الله في حاله الهلال جاب جول، والكلام ده كله. ومباراه مصيريه بين الاهلي والزمالك، الاهلي والهلال، معلش انا اسف، الاهلي والهلال السوداني. مباراة مصيرية في مجموعات دوري ابطال افريقيا. في حالة التساوي في النقاط طبعا كلنا عارفين ان الاهلي مثلا يكسب 3-1 يصعد، 1-0 يصعد. الهلال لو جاب جول الاهلي لازم يفرق 2. المهم، من ساعة ما تقرر ان المباراة على ارض استاد القاهرة في حضور 50,000 متفرج، واحنا سامعين صياح جاي من جنبنا، يعني من السودان، من مجلس إدارة نادي الهلال. طبعا ما عندناش أي مشكلة أبدا مع الشعب السوداني الشقيق، لأن الشعب السوداني الشقيق شعب احنا بنحبه، شعب احنا بنحترمه. مشكلتنا مع أشخاص معينين عشان بس نبقى واضحين. حضرتك بتطلع بيان وبتعترض على العدد اللي هيحضر المباراه، وبتقول ان المباراه مش هتبقى متامنه، وان في تقريبا كنت بتقول ان في خطر على البعثه، وفي خطر على البعثه والكلام ده كله. عايز اسالك سؤال بس بسيط، يعني سؤال والله العظيم بكل عقل كده. امتى اخر مره حضرتك جيت لعبت فيها مصر وحصل تعامل وحش مع البعثه؟ افتكر كده. مش هتفتكر. عارف ليه؟ لان مصر بلد الامن والامان. انت لما بتيجي هنا بنشيلك فوق الراس، مش انت بس، اي حد بيجي مصر بنشيله فوق الراس. لكن احنا لما بنيجي عندكم، انت عارف بنفسك عملت ايه اخر مره. انت عارف عملت ايه بنفسك اخر مره. وانا بقول لك اهو من دلوقتي بقول لك اهو، هتيجي مصر الناس هتستقبلك احسن استقبال هنا. وبص، فندق 5 نجوم مش زي ما عملتوا لنا. فتحتوا بتاع الصرف الصحي في غرف اللعيبه، والجمهور بتاعكم كان بيسب لاعيبتنا والكلام ده كله في الاستاد والكلام ده كله. لا، مش بنعمل الكلام ده. هنستقبلك احسن استقبال، وهنشيلك فوق الراس عشان نوريك الاستقبال المصري عامل ازاي. لكن في الملعب 11 على 11. في الملعب هنكسبك ان شاء الله برجوله. في الملعب هنعلمك يعني ايه كوره. انت بتقول على نفسك زعيم افريقيا. زعيم افريقيا باماره ايه؟ زعيم افريقيا باماره ايه؟ انت ما خدتش بطوله افريقيا توحد ربنا يا راجل. ده المريخ اللي هو بطولاته اكتر منك وتاريخه اكبر منك يا راجل ما بيقولش على نفسه زعيم افريقيا. لكن انت بتصدر دايما لجمهورك الوهم. دايما انت بتصدر لجمهورك الوهم للاسف. جمهورك اللي انت بتصدر له الوهم ده، اللي انت صدرت له الوهم ان انت المفروض تتقارن مع النادي الاهلي. انت معلش، ده انا النادي الاهلي بتقارن مع ريال مدريد في البطولات القاريه. ازاي تيجي انت تقارن نفسك بيا؟ انت مين عشان تقارن نفسك بيا؟ فانا مش فاهم اقسم بالله العقليه اللي احنا بنتعامل معاها وصلت. يعني هل معقول ان الواحد العقليه عنده وصلت للدرجه دي يقول لك انا زعيم افريقيا؟ طب زعيم افريقيا بامانه ايه؟ ما هو اديني اماره. انت في السودان عندك ما تعرفش تكسبني غير تحت الترابيزه زي ما انت بتقول. انا عمري ما كسبتك من تحت الترابيزه. هات لي ماتش انا كسبتك فيه من تحت الترابيزه. ما تفهمني. يعني بتيجي مصر بستقبلك احسن استقبال. انا لما باجي السودان عندك يا راجل، ده لما كان في ماتش مصري في 2020 الجمهور نزل لحد نص الملعب. فين الامن والامان اللي في السودان ولا الجمهور نزل لحد نص الملعب؟ كان محاوط اللعيبه وكان محاوط الحكم. ولولا ان الحكم ساعتها كان رضوان جيد، الحكم المغربي اللي فعلا من افضل حكام القاره في افريقيا، من افضل حكام القاره في افريقيا، بعيدها وبكررها، هو ان لم يكن افضلهم، ان لم يكن افضلهم. لولا انه حكم تقيل ومش بيخاف كان ممكن يتهدد ويقول لك لا يا عم مشي بقى الامور بقى، مشي الامور. لكن انت وقتها شفت ان الاهلي من الاخر كده مديك على عينك في الملعب وواخدك تنفيض وغسيل ومكوى، فقلت ما اعمل نمره بقى اوريهم ان انا جمهور الهلال بقى اللي هو ما بيخافش والكلام ده كله. طب ما انتوا جايين هنا ده انتوا خايفين من قبل ما تيجوا. يا راجل ده انت عايز تنقص عدد الجمهور. يا راجل ده انت عايز تلعب ماتش بدون جمهور. طب هات لي ماتش انت جيت فيه مصر هنا لعبته
ماتش واحد انت جيت فيه مصر هنا بلد الامن والامان وما تعملش معاك الصح، ما تشلتش في الراس. الجمهور ما نزلكش لحد نص ملعب عشان يخوف لاعيبتك زي ما عملته في 2020. فاكر ولا فكرك؟ الاساليب دي مش عندنا. احنا في الملعب هنلعب 11 ضد 11 عشان تبقى فاهم. في الملعب هنلعب 11 ضد 11 وهنكسبكم ان شاء الله. هنعلمكم يعني ايه كوره. هنموت في الملعب. اللعيبه هينزلوا ان شاء الله 11 راجل اهلاوي هياكلوا النجيله علشان فانيله النادي الاهلي وعشان تيشيرت النادي الاهلي وعلشان انت تعرف مقامك وحجمك الطبيعي. زي ما افريقيا على ايه؟ يعني انت زي ما افريقيا على ايه يا باشا؟ انت معكش بطوله افريقيا تروح يا راجل. ده اكبر انجاز ليك انك تقريبا وصلت النهائي في 87 ولا 86 وخدت الثاني. ده اكبر انجاز ليك بس. ما فيش انجازات تاني. تيجي تكلم الواحد يقول لك احنا نحن الزعيم والاهلي هو مدلل الكاف. ونحن الزعيم. الاهلي يخشى الهلال. بخشك من ايه؟ بخاف منك من ايه؟ مش فاهم. فهمني. انا بخاف منك من ايه؟ فهمني بس. فهمني كده اديني عقلك كده. انا بخاف منك من ايه؟ طب احنا لما اتقابلنا هل انت فايز عليه اكتر؟ ما مش فايز عليه اكتر. ده انا اللي كسبانك اكتر. طب انت بتتكلم بناء على ايه؟ يا راجل احنا وقعنا في المجموعات كذا مره مع بعض. انا بتاهل على قفاك. المهم في نهايه الفيديو ده عشان الفتره الجايه هيجي لكم فيديوهات كتير جدا جدا لحد يوم المباراه ان شاء الله باذن الله. بطلب من كل جمهور النادي الاهلي اللي هيروح الاستاد من اول دقيقه لحد اخر دقيقه تشجيع. لج الملعب تشجيع. اهتف للعيبه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه مهما كانت النتيجه قد ايه. خليك واثق في فريقك. وبطلب من لعيبه النادي الاهلي انتوا رجاله بتلعبوا 11 ضد 11 عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي. هتنزلوا الملعب تاكلوا النجيله عشان تيشيرت النادي الاهلي. 11 راجل في الملعب 90 دقيقه على المكسب. والله لو 11 راجل نازلين عارفين قيمه فانيله النادي الاهلي اي 11 هينزلوا هيصعدوا. خليكم فاكرين كلامي ان شاء الله باذن الله. وهنفرح كلنا ان شاء الله بالسعودي والسبت ان شاء الله باذن الله. على حساب اللي هو مش عايز اقول والله مش عارف اقول يعني. انا اقول عياط يا اسطى. شياط يا اسطى والله العظيم. والله شياط يا جدعان. الاهلي معقول عامل كده في الفرق؟ معقول انا جيت عليكم للدرجه دي؟ معقول انا هنتكم للدرجه دي؟ معقول؟ حقك. ولو انا هنتك للدرجه دي حقك انك انت تبقى زعلان مني ومتغاظ مني والكلام ده كله. حقك يا باشا. بدايه الفيديو ده كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. تشتركوا في الفيديو ده وتشوفوا كل حته واستنوا الفتره الجايه هيجي لكم فيديوهات كتير جدا 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 ان شاء الله باذن الله. بحبكم جدا جدا. السلام عليكم.